السلام عليكم حبايبي، وين ما كنتوا. اليوم حبيت اخذكم وياي بهذا المحل اللي راح تشوفونه. طبعا كل سنة يسوون عروض بس بيوم واحد فقط، يعني خلينا نقول مثلا بشهر الواحد بنصه او نهايته. طبعا اليوم مسوي الغراض اللي بيه على 49 سنت، تقريبا خلينا نقول نص دولار. طبعا قلت خل اروح، اخذني زوجي هنا، قلت له وصلني للمحل وانت روح، اخاف اكو يعني مثلا زحام او شي، وتدرون الرجال ما يطول باله بهيجي اشياء. فوصلني لهذا المحل اللي هو اسمه روز، معروف هنا بامريكا بكل الولايات. شفت الناس طابة طالعة. طبعا جيت هنا تقريبا ساعة ب11، طلعت اشوف الاغراض وادور. طبعا الحاطين عليه اللون الوردي معناها عليه سيل او احمر. ظليت ادور، طبعا ما شاء الله كلها ماخذيها، والباقي يعني الملابس احنا مو ستايلنا. خلينا نقول شوفوا هنا شلون بدت المكانات تفرغ، مفرغيها ما شاء الله. اثاري جاي من ساعة ب9. وهنا الاحذية العفو هم مخلصيها ما شاء الله. هم طبعا اكثر شي الجالية المكسيكية هنا يجون ياخذون غراض، يجون من الصبح على كل شي. طبعا شوفوا جيت هنا المكان هذا الثاني همين كله ماخذينه ما شاء الله. هاليوم والله ما قاسم منه. هنا أنا رجعت قلت خل أطبخ طبختي المفضلة. طبعا هاي مطبق الباذنجان بدون قلي، عندي موجود الرابط مالته، راح أخليكم إياه أسفل التعليقات. حطيت بالجدر زيت والبصل واللحم. هنا قطعت حلقات الباذنجان والطماطة، وراح أصفها يعني شي فوق شي. أكو ناس يحبون يخلون إياها الفلفل الأخضر البارد، بس أنا ما أحب طعم الفلفل مو كل الأكلات. هنا بعد ما صفطت كل شي شي على شي، خليت معجون خاشوقة واحدة مال أكل و4 ملاعق كركم، وخليت فلفل اسود وملح. طبعا هنا الحمص هم نقعت ارد اسوي لهم لبلبي، قلت لي ما طول اجواء بارده. وهنا بديت احضر الاكله الثانيه اللي هي اكله الممبار او الفوارغ اكو ناس يسموها. هنا انا اخذت اللحم بالعظم وبصل وراح احمسه ويا اللبلبي، خليت كركم. طبعا هاي المرقه مالتي بدت يعني تثخن، وهسه اراويكم ان شاء الله الرابط اخليه اسفل التعليقات. وانصحكم تسوون مرقه الباذنجان اللي هي بدون دهن. هنا بعد ما حمست اللحم والحمص وضفت له الكركم، تاني راح يعني بس يغلي ابدي اخلي له هذه الممبار. طبعا حشيته باللحم والتمن، وخليت له بهارات اللي انتم تحبوها طبعا شو عجبكم. انا خليت الفلفل وملح وفلفل العفو كركم. هاي خلصت الممبار. طبعا كلش طيب، البنات اللي ما يحبونه، اكو ناس ما يحبونه بس لا تعلقون لان اكو ناس يحبوه اكو ناس ما يحبونه. نعم بعد فار عندي اللحم ويا اللبلبي. طبعا هنا اللبلبي بس مجرد انه نقعته ما سلكته. بديت اضيف عليه بمبرايه او احنا نقول فوارغ اكو ناس يقولون. فاخليها بين ما تفور ابدي انصيها. طبعا تاخذ من عندي تقريبا ساعة ساعة وربع. هسه ابدي اقلبها ويا الماي العظم واللحم واللبلبي. شوفوا شلون حطيت لها كركم وفلفل اسود وكاري شوية. راح اخليها تفور، وبعدين اضيف لها النومي بصرة والثوم. وانتو شوفوا ايش قد يعجبكم ثوم راس. انا هيجي اسوي بهاي الطريقة. ونومي بصرة خليت. هم راح تانيها الى ان تغلي، وخليت شوية كم هيلة على الوجه حتى بعدين اقدر اشيل الهيل. هنا راح تانيها تغلي حتى انصيها واخليها على نار هادئة. هنا هاي مالتي مرقة الباذنجان راح تكون قريبة يعني انه تستوي. حضرتها وكملتها حبايبي. وهاي هسه راح ابدي انصيها. هنا اللبلبي همين مثل ما قلت لكم، طبعا صار لي يومين من منقعته، قلت حتى طبخه لهم بالليل نسوي لهم اجواء دائما شتويه. هاي حبيت اراويكم اكلاتي حتى تشوفون العراقيات امهات بيوت حتى لو بالخارج. هنا بعد ما استوى عندي الممبار قليته بهذا الشكل. خليت بابريكا وملح وفلفل اسود. راح اقليه حتى شنو اسوي تشريب اللي هو خبز، واثرد الخبز هاي اللي انا خابزته بقناتي، واخلي عليه اللحم والحمص، وبعدين اصفط عليه بهذا الطريقة. صفطت عليه الممبار. حبايبي هاي كانت اكلاتي وياكم وطلعتي. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك، ومع الف سلامة.